الراجل ده كان رايح يمضي عقد مهم مع شركة كبيرة، فصاحب الشركة قال له مستعد؟ قريت العقد؟ قال له ايوه طبعا. قال له طيب يلا بينا علشان نمضي العقد. قال له معلش، ممكن بس نستنى شوية؟ الشنطة بتاعتي ضاعت مني وفيها كل الأوراق وفيها كل فلوسي وكمان التليفون بتاعي. في واحدة ست لقيتها وكلمتني وهي هتجيبها وجاية حالا. فجأة جت واحدة ست وسألت عليه ودلوها عليه. فأول ما شافها قال لها جبت الشنطة؟ قالت له أيوة، شنطة حضرتك أهي. قال لها أنا مش هدور وراكي ولا أشوف الشنطة كاملة ولا ناقصة، اتفضلي امشي. قالت له معلش ثانية واحدة، حضرتك اتفقت معايا انك هتديني 100 يوان لو انا جبت لك الشنطة. انا قلت لك تيجي تاخد شنطتك وانت قلت انك مشغول ورفضت انك تيجي، فطلبت مني ان اجيبها لك، فسبت بيتي وسبت اولادي وكان المفروض ان اروح اعمل لهم اكل علشان اوصل لك الشنطة علشان انت ما تتأخرش على شغلك، وهو ده جزائي؟ بتخلف وعدك؟ قال لها بقول لك ايه، محدش سرق الشنطة الا انت سرقتيها وانا هتهمك بكده. قالت له حرام عليك، انا ما سرقتش حاجه. فرد صاحب المكتب اللي كان موجود وقال له بالعقل كده، هي لو كانت سرقتها مش الفلوس اللي جوه الشنطه اكتر من 100 يوان كانت خدتهم وخدت التليفون وانتهى الامر. لكن الست دي واضح انها امينه، اديها ال 100 يوان دول ولا حاجه بالنسبه لك. قالت له طيب خلاص انا مش عايزه منك حاجه، اديني بس اجره التاكسي اللي انا جيت لك بيه. قال لها كمان جايه في تاكس؟ ما جيتيش ماشي ليه؟ قالت له مش حضرتك قلت لي مستعجل؟ الراجل صاحب الشركه اللي كان موجود طلع فلوس كتير جدا وقال لها خلاص يا ست ما تزعليش نفسك، خدي الفلوس دي، دول 500 يوان، هتاخدي منهم المية اللي وعدك بيها وفيها أجرة التاكس رايح جاي، وبالباقي اشتري أكل لولادك، وكتر خيرك احنا تعبناكي معانا. فالست أخدت الفلوس ومشيت. هنا الراجل قال لصاحب المكتب انت ليه بتديها الفلوس دي؟ انت صدقتها؟ قال له اديتها لها علشان هي ست غلبانة وعندها حق وعندها ضمير وأمانة وحاولت تساعدك وانت وعدتها وأخلفت. قال له خلاص خلاص سيبك منها، يلا علشان نمضي العقد. قال له عقد ايه؟ قال له عقد الشراكة اللي بيني وبينك. قال له انت متخيل بعد الموقف اللي حصل قدامي ده واللي انا شفته احط ايدي في ايدك؟ ده انت وعدت الست الغلبانة وما وفتش بوعدك على مبلغ بسيط 100 يوان، ما بالك الالوف والملايين اللي هندخل فيها مع بعض؟ انا لا يمكن اثق فيك، انت واحد غدار وممكن تغدر بيا في اي لحظة. الشخص الطيب ربنا بيكشف له حقيقة الناس اللي هيتعامل معاها، ولو فيك خير وبتعمل خير اكيد ربنا هيوفقك في الخير. اعمل الخير تلقاه، ولو وعدت لازم توفي. صلوا على النبي في التعليقات.